التنفيذ بين الياس شتي ورياض بن اياد واداليد. ترجع له اداليد، التوزيعه من هناك موجوده. المتابعه وشوشي. أوي 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 أوي. بدايه كادت ان تربك اي حارس، ولكن شوشي لا تنطلي عليه مثل هذه البدايات. شوف ردة الفعل قبل ذلك، اعتقد كان هناك التسلل. شوف الذكاء من بوخنشوش، سليم بوخنشوش بالعقب حاول ان يباغت، ولكن يد شوشي اليسرى كانت حاضرة. ردة الفعل للحراس الكبار رغم أن التسلل قبل ذلك كان موجود. شوشي يحتج على زملائه ويطلب منهم الكرة، يفضل المراوغة والدخول والتوزيع. دفاع الاتحاد، دفاع اتحاد الجزائر في اللحظة الأخيرة، وانطلاقة على الجهة اليسرى تصل إلى شتي. الياس ومرغم عند الكرة يرسلها طويلة بحث عن الكرة البينية، ولكن شوشي فوزي سهلة بالنسبة لهذه الكرات بسبب الإصابة. كرة الاتحاد الجزائر دائما التسديد بعيدة التسديدة، بعيدة تماما عن إطار المرمى. المحاولة من رياض بن اياد ومحاولة الاستحواذ على منطقة المنتصف، الاعتماد على الكرة الطويلة والعميقة بالنسبة للاتحاد، ولكن سهلة لفوزي شوشي اثر التغطية من المدافع. جمالية الصورة قبل بداية المباراة، هذه الصور وهذه هي الفواصل التي شاهدناها والشعارات الجميلة والرائعة جدا التي يعيدها لنا مخرج المباراة حاج حمد رضوان في هذه البداية. هو التغيير الأول إذا من جانب الكرة طويلة البحث عن بن ساحة بلال، توصل بن ساحة بلال وهنا حدادو توصل الكرة. محاولة للتسديد. التسديدة الأولى كادت أن تباغت الدفاع في أول 20 من زمن المباراة. هنا التوزيعة الأخيرة، هنا الاستغلال المثالي والتعاون الدفاعي. ببضع سنتيمترات تقريبا كادت أن تدخل وتسكن شباك، وعبيد كان في المتابعة. عبيد مرت الكرة بقليل فقط في مواجهة أبناء السمسم. مباراة تعيدنا وتحيلنا على الزمن الجميل لكرة القدم الجزائرية. هنا محاولة للتوزيع، هنا التسديد، ولكن سهلة لفوزي شوشي. هذه الكرات يتعامل معها فوزي شوشي وكأنه في حصة تدريبية، بكل برودة أعصاب، بكل رباطة جأش. هكذا عودنا فوزي شوشي، وهذه هي العلامة المسجلة لفوزي. تعامل مع الكرة بكل سهولة، بكل سلاسة، بكل أريحية، ويعطي ثقة كبيرة لكرة في وسط الميدان. ترجع حراشية مباشرة إلى دفاع بن سوستارا، والتغطية مباشرة إلى الحارس أسامة بنبوط. أبناء بلفور معقل الفريق ومعقل التأسيس، وأبناء بيلام وبوبسيلة والحراش وكثير من المناطق والمعاقل المحيطة بمدينة الحراش والمحمدية. أحد الحراش التاريخ والعراقة طبعا، ذكرى التأسيس 1931. الدقيقة رازاس من منهما سيتولى التنفيذ؟ أحمد خالدي أو أداليد؟ أحمد خالدي التسديد، الدفاع بقوة. بقوة الدفاع. ربع نهائي كأس الكاف، هنا التسلل كان واضحا، التسلل الدولي كان واضحا، وبالتالي هنا العرقلة اللي كان فيها الخلاف والعودة إلى الفار. في النهاية الحكم تأكد مع حكام الفار حركات وكليخة بأنه لا وجود لركلة جزاء. الدقيقة 51 من زمن المباراة، وسليم بوخنشوش يحتج ذهني سيصنع الفارق. هنا كرة وهفوة دفاعية وانطلاقة اتحادية لاتحاد الجزائر على الجانب الأيمن، الدخول بالكرة من البديل بونفيس، ولكن التغطية الدفاعية والكرة إلى 5 أمتار و50. كانت بونفيس البديل، أخذ مكان رياض بن عياد في أول تغيير من جانب المدرب كان ماركوس باكيتا. هنا الإعادة والتسلل مرة ثانية واضح وظاهر، التسلل كان واضحا. طبعا يقول له انطلاقه كانت والتمريره كانت متاخره نوعا ما. كارلوس باكيتا في التوجيهات والتعليمات من على الدكه، يريد تعويض الاقصاء المر والتصالح مع الانصار ان صح التعبير.
تموت حسن بوخنشوش والانطلاقه من ليكونزا ثم انطلاقه من علي والي او من بونفيس كالد دخول المنطقه الجزاء. المحاوله تبقى حاضره ولكن الدفاع الحراشي بكل ثقه يحتج ويطالب بركله جزاء. هنا يطالب بركله جزاء، طبعا كان في وضعيه فقد التوازن فيها، لمست كذلك بالحاج محمد اسلام افقدته التوازن الذي كان اصلا مفقود من ادالي تيرازاس لاعب صاحب المهارات العاليه. هو التدخل بالكره من هناك يسارا لاتحاد الجزائر، طلب الكره اسامه شتي او شتي الياس، طلب الكره تمكن منها بعدما خرجت الى خارج ارضيه الغائبه عنهم سنوات وسنوات طويله. انطلق من هناك علي موسى للياس شتي، وصلته التوزيعه ولكن الدفاع، ترجع الكره التسديده بجانب القائم الايسر لفوزي الشوشي. رودي يشاهد من دون ان يراقب الكره، يا سلام، من دون ان يراقب الكره، ولكن شاهدوا يعني كيف تعامل معها فوزي الشوشي بكل برود الدم. لم تربكه اطلاق المدرب باكيتا، يطالب من اداليد ان يكون مساندا لبونفيس كمهاجمين صريحين. هنا الكره والمحاوله الحراشيه والدفاع يخرجها الى الركنيه. انطلق على الجهه اليمنى في محاوله للمرور والدخول والتوزيعه حاضره. هنا بونفيس كانت التسديده لكن الدفاع والتكتل يستعد يتركها له حداد هشام العقبي في التنفيذ، ولكن بعيده تماما عن اطار المرمى. كذلك عنده ما يقدمه في الدقائق القادمه. هنا التسديده اسامه بنبوط باريحيه باقتدار، يعني لم تكن بالتسديده بالقوه اللازمه، كانت ساقطه مباشره الى احضان اسامه بنبوط حارس المنتخب الوطني الجزائري. ادم عليلات البطاقه الحمراء لادم عليلات، البطاقه الحمراء لقائد. يتاسف على البطاقه الحمراء اذا ما لجأ الفريقان الى اوقات اضافيه. نشاهد بالمرفق بشكل كان واضح، لكن تقدير الصفراء من الحمراء يعود لحكم المباراة. هنا بالربح انطلق بالكرة، كان يتجه ناحية منطقة الجزاء، الحكم قدر يتم اسقاطها على هذه الحالة التحكيمية وللمرة الأولى. يحيى دهار يتجه ناحية الفيديو. البطاقة سيلغي البطاقة يحيى دهار أو سيثبتها يحيى دهار، يبدو أنه سيمنح. هنا بملعب 5 جويلية الأولمبي تلعب الكرة لمصلحة الاتحاد، الكرة في منطقة الجزاء. في آخرها بواسطة الحسن بوزيان محور الدفاع. هنا مرت على فرحات ولكن لم ردة فعل قوية جدا من فوزي الشوشي. ردة الفعل الأولى، بينما نعيش كرة أخرى. ثانية حاج حمد كبار، وشاهد هنا الإعادة وهنا اللمسة. هنا سيكون التريث والتأني حتى لا يظلم أي فريق. قلت بأنه سيتأكد بعد اللجوء لتقنية الفار. سيمنح ركلة جزاء. ركلة جزاء أمام فوزي الشوشي. آدم عليلات القائدان في مواجهة مباشرة. يتقدم آدم عليلات يتقدم آدم عليلات. آدم عليلات يتقدم باتحاد الجزائر في الدقيقة 5 بعد 100، في الدقيقة 6 بعد 100.